نريد مشاهدينا الكرام الظهيرة ما زالت متواصلة الآن مباشرة إلى وسيلة جعرون والأخبار المحلية. أهلا بك وسيلة. أهلا بك يا ريما وبكل المشاهدين الكرام إلى تفاصيل أولى نشرتنا المحلية لنهار اليوم. وفي ولاية خنشلة تم وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز وحدة تخزين بسعة 1,000,000 قنطار من الحبوب ببلدية بغاي في ظل ما تميز به الولاية من طابع فلاحي وما حققته من إنتاج خلال السنوات الأخيرة. التغطية لطارق بن. حطينا حجر الأساس تاع أكبر مشروع على المستوى الوطني، ألا وهو يعني تعزيز قدرات التخزين تاع الحبوب. على بالكم أنه الاستراتيجية الحالية في هذا المجال هو يعني الوصول إلى إنجاز قدرات تخزين تصل إلى 8 ملايين طن من الحبوب. اليوم راكم شفتوا ولاية خنشلة راهي محظوظة بحيث استفادت هي كذلك بهذا المشروع الطموح. إذا تحصلنا على 2 مشاريع. المشروع الأول هو يعني إنجاز مخزنين لتخزين الحبوب جواريين، ثم يعني صمعة اللي عندها قدرة تاع 1,000,000 طن تاع الحبوب. إلى هنا مشاهدينا نأتي وإياكم إلى ختام تفاصيل أولى نشرتنا المحلية. عودة لك ريما. شكرا جزيلا لك وسيلة جعرون. مشاهدينا الكرام فاصل ثم لنا عودة مع أخبار الرياضة.